عملت حلو صحّي وسريع في 10 دقايق، حاجة كده ساقعة وجميلة وترطّب على القلب، وكمان حلو جديد أوي، يعني مختلف صحّي ومُشبع. تعالوا كده نشوف الطريقة معانا، بس قبل أي حاجة نصلّي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. حُط لي لايك للفيديو واشتراك في قناة يوم جديد صحّي ومفيد. معايا النهارده الرقاق اللي عاملاه معاكم بالدقيق البني، كانت تجربة خطيرة وجميلة أوي، وفي أي وقت كده يكون جاهز عندِك، حابة تعملي حلو هينفع معاكِ لإنه مُشبع أوي وصحّي. وأنتم شايفين معايا خدت كده 3 من الرقاق البني اللي أنا عاملاه بالدقيق الأسمر وكسرتهم بالشكل ده، ومعايا كمان كيلو لبن، ما استخدمتش سكر أبيض خالص. معايا كيلو لبن حطيتهم على النار يغلوا، وجبت بقى كده صينية صغيرة مش كبيرة. مهم جدًا يكون اللبن سخن معايا، هاخده من على البوتاجاز هاحطه على اللبن على طول. تعالوا بقى أقول لكم عملنا الرقاق بطريقة حلوة أوي بالكريم كراميل إزاي، وإزاي هيكون صحّي، وإيه البدايل اللي استخدمتها للسكر. تعالوا كده نجيب اللبن، غليت كيلو لبن وحطيت أول حاجة بجد يعني من الحاجات الحلوة أوي اللي كانت تجربة حلوة كمان معايا، وهي السكر البني. جبت كده كام كيس، 4 أكياس، 4 أكياس يعني 4 معالق صغيرين، مش كتير لإن برضه أنا استخدمت كريم كراميل، والكريم كراميل بيكون فيه نسبة سكر. ينفع تستخدمي سكر دايت، صدقيني مش هتستخدمي كمية كبيرة. ينفع عسل نحل، ينفع تستخدمي البدايل دي، هي مش مكلفة خالص، إحنا فاهمين غلط. بدايل السكر خلّيها عندِك، أنا استخدمت السكر البني لإنه أصح شوية من السكر الدايت، يعني فاهمين؟ حبيت بقى هنا أحط حاجة تخلّي ريحة الرقاق حلوة وطعمه يكون مميز معايا. ممكن هنا تحطي فانيليا، ممكن كريم شانتيه، ممكن كمان كريم كراميل زي ما أنا عندي، المتاح عندِك حطيه. حطيت معلقتين من الكريم الكراميل و4 معالق من السكر البني. السكر طبعًا حسب الرغبة، ينفع تحطي عسل نحل أو أي بدايل أو سكر أبيض لو ما عندكيش خالص. شايفين الحاجات اللي أنا مستخدماها كلها صحية فعلًا ومفيدة زي ما أنتم شايفين معايا. هانزل كده يعني تقريبًا أنا استخدمت كيلو إلا ربع من اللبن، فاض معايا ربع كيلو. حبيت بقى إن أنا أعمل بيه شكل كده حلو نزين بيه الصينية بتاعتنا. بجد طبق حلو أوي، هتاخدي القطعة كده مُشبعة وحلوة أوي، أوي. غطّي الرقاق باللبن لإن الرقاق بالدقيق الأسمر بياخد لبن أكتر أو سوايل أكتر من الرقاق اللي بالدقيق الأبيض. أي حاجة بالدقيق الأسمر بتلاقيها بتاخد سوايل أكتر. معايا بقى هنا ربع كيلو اللبن اللي فاض معايا، حطيت عليهم معلقة من الكريم الكراميل، وحطيت كمان معلقة صغيرة خالص، المعلقة اللي بنعاير بيها السكر من النشا العادي خالص، ودي الحاجة الوحيدة اللي أنا استخدمتها اللي هي شوية، بس أنا يعني حاطة نسبة بسيطة، يعني حاطة معلقة صغيرة بجد. وقلبتهم على النار، ما حطيتش سكر ولا أي حاجة، فضيتهم في طبق زي ما أنتم شايفين. حطيتهم في الفريزر على طول، هي نص ساعة بالكتير طلعتهم بالشكل ده، حطيتهم على صينية الرقاق عشان خاطر يعني أنا عايزة أقول لكم دي شبيهة أوي لأم علي، بس طبعًا الكريم كراميل موديها في حتة تانية خالص. لو مش حابين تعملوا الخطوة اللي هي اللي هي الأخيرة اللي إحنا نحط الكريم كراميل على الوش، ممكن تحطي هاتي كريم شانتيه واضربيه كده على طول وحطيه على الوش، زيني بيه. الحاجات دي بتكون ساقعة كده وحلوة، وبتخلّينا نحس إن إحنا أنتِ مش عاملة دايت، أنتِ بتاكلي عادي، يعني أنتِ فاهمة عاملة حلو، حلو فعلًا. وهاتي بقى كده أي فاكهة عندِك زينيها، أي حاجة، حاولي تدخّلي حاجات مفيدة على قد ما تقدري. حطيت كام واحدة زبيبة زي ما أنتم شايفين كده، كام واحدة زبيب. حطيت كمان رشة من جوز الهند، دلعيه زي ما أنتم حابين. أي حاجة حابين تزينوا بيها حطوها، وخليكم مركزين إن الحاجة اللي أنا أكون حطاها دي تكون مفيدة وتكون هتفيدني أكتر وأكتر. طعمه حلو أوي، أوي، أوي. بعد ما سِبته بقى هاوريه لكم هنا، أنا سِبته شوية، لمّا سِبته بقى شوية كده ساعتين تقريبًا 3 في التلاجة، بقى متماسك وبقى طعمه خطير، هتشوفوه معايا. بس هنا برضه طعمه حلو أوي، أوي. كان بارد وساقع معايا، حلو من الحاجات المُشبعة. شايفين هنا معايا لمّا بتحطوه في التلاجة وتسيبوه شوية، بتيجوا تقطّعوه بتطلع معاكم، هي مش هتاخدي غير الخلطة حلوة أوي، أوي. الدقيق الأسمر مُشبع جدًا، دخّلوه في كل حاجة، أنا عملت بيه كل حاجة، يعني حتى السمك بقيت مستبدلاه، يعني شِلت الدقيق الأبيض وحطيت دقيق أسمر. حاولوا تجرّبوا على قد ما تقدروا حاجات، عندنا حاجات مفيدة أوي،
الأكل الصحي مش وِحِش، الحلويات الصحية مش وِحشة، لأ، في حلويات مش معنى إن أنتِ حابة تحافظي على وزنِك أو على صحتِك مش هتاكلي حلويات، لأ، هتاكلي بطريقة تكون